اسمع بقى، انت عملت شير يا ماما، شير عشان تبان انك اب تو ديت، شير يا حبيبي، شير يا حبيبي عشان تبان انك متابع كل حاجه، نزل كوتيشن ونزل استوريهات واتساب وحط على البروفايل بتاعك ذنوب جاريه، ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ربنا اللي قال مش انا، ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. شير وخلي كل الناس تاخد ذنوب على قفاك، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجي ربنا في بداية البقرة اللي احنا أصلا ما بنفتحش المصحف أصلا. ربنا في بداية البقرة يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تيجي تكلمه يقول لك يا عم انت اللي متشدد زيادة عن اللزوم. يا حبيبي انا مش متشدد، انت اللي خاربها، انت اللي مضيعها، انت اللي مش عارف انت بتعمل ايه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ده احنا عايزين نطور المجتمع، ده احنا عايزين ننقل المجتمع نقلة لقدام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. يا جدعان ده حلال، يا جدعان الحاجة دي حرام، يا جدعان ما تعملوش الحاجة دي، يا جدعان ربنا قال انها حرام، يا جدعان مين اللي قال؟ هات الحديث، هات الآية. وكأني بكلم البخاري بسعادتك، انا بكلم انت البخاري فانا هروح اجيب لك الاحاديث وانت ما تعرفش حاجة عن الدين، انت ما بتعرفش تقرا الفاتحة يا ابني، انت ما بتعرفش تقرا الفاتحة قراءة صحيحة، تقول لي روح هات، هجيب لك الاحاديث بس هتفهمها؟ هجيب لك الآيات بس هتفهمها؟ والله العظيم ما انت فاهمها، والله العظيم ما انت فاهم. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. بلاش يا جماعه تعملوا حاجه. قالوا انؤمن كما امن السفهاء. دول جهله، هم دول عارفين حاجه؟ ده دول متاخرين، ده متخلفين، ده جايين من الجاهليه يا عم الحاج. اسمع كلام مين؟ انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وربنا في ختام الايات يقول اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. بتشتري الضلال، انت بتشتري الضلال بتبيع الهدى بيع، ويا ريتك بتبيعه بثمن، ده انت بتبيعه ببلاش، بتشتري بالضلال، بتشتري نارك بايدك يا مجنون يا غبي.